14 سنة في المهجر، عدتم إلى أرض البلد يعني حبا في البلد أنتم والأسرة ديالكم، لكن أصبحتم تعيشون في أرض المحاكم. نعم. يعني يمكن نعرفوا شنو هو السبب اللي اليوم رجعتي للبلاد وليتي انت في المحكمة كدور وأنك تعرضت لعدة عمليات نصب. نعم. للتوضيح للرأي العام. اولا انا كصيفتي مهاجر بالديار الايطاليه 18 سنه، لبيت النداء ديال سيدنا عن طريق عبور مرحبا والاستثمار في بلاد الام. الغريب في الامر بانك كنت تعيش في ديار المهجر، كنت تعيش بخير، لا انا لا ولادي، كنت تعيش في السعاده في الاطمئنان، تمشي للسينما مع ولادي في يوم الاحد، كنا يوم السبت تنخرجوا، كنت عايش بخير، كان عندي جميع الحقوق ديالي. ملي جيت لارض الام هذوك الفلوس اللي ضربت عليهم تماره، خدت واحد العقار بالجزيئات الحسنيه، واحد حي الحسنيه البيضاء، تنصب عليا عن طريق جمعيه وهميه الدوليه رزقي بتواطؤ مسؤول في العمل وفي الجماعه. والغريب في الامر فاش مشينا رفعنا دعوه قضائيه بهاد الناس اللي نصبوا على ما يمشي، انا الضحيه. كاينين هناك ما يناهز شنقول لك شي 200 واحد مهاجر مشى ليه العقار ديالو ومشى ليه فلوسه. والغريب في الامر حنا اللي دعينا المحكمه في النيابه العامه تابعتهم في حاله صراح رغم ثبوت الفعل الجرمي والنصب اللي نصبوا على العقارات ديال الجاليه المقيمه بالخارج. وراه كان هذا الشيء تطرح كان تلاح في الصباح، في جزيئه الحسنيه واحد. لما قمنا بدعوه مشينا للمحكمه، الناس تابعوهم في حاله صراح، هما 7 من غير الاتباع ديالهم. ملي خرجوا في حاله صراح ناضوا داروا بينا دعوه كيديه، وناض السيد وكيل الملك انذاك في عين السبع في المحكمه الجزريه عين السبع البيضاء سنه 2013 هبطنا حراسه نظريه دور المال وعدوانا. اليوم انت كتدافع على الحق ديالك، بالاضافه للناس الضحايا تعتقلتي، وعلى حسب الاعتقال انك تعتقلتي في الحراسه النظريه مده 140 ساعه. يمكننا نعرفوا السبب يعني الاعتقال؟ السبب الاعتقال هو استغربت بان النيابه العامه عندها هاد الناس اللي انا رافع بهم دعوه ومشاو على التحقيق، على قاضي التحقيق، خرجوا ملي تحال الملف على قاضي التحقيق، ملي خرجوا داروا لي شكايات كيديه باش ينتقموا مني. ناض السيد وكيل الملك، الناس اللي داو لنا عقاراتنا وفلوسنا وثابت في حقهم كل شيء، وها الحكم دانهم القضاء ب2 حبس النافذه. اش وقع سيدي عليك؟ ناض سيدي عليك النيابه العامه، ها الخبره اللي خلصنا احنا من جيبنا، ها هي تفيد بان هناك اختلاسات اموال، بان الفلوس ما تعرفت، بان اختلاسات الاموال وهذه، وكاينين تزوير في عقارات الجاليه المغربه المقيمه في الخارج. المحكمه دانتهم ب2 حبس النافذه، خادوا حامين حبس النافذه. الغريب في الامر بان حنا اللي صحاب حق، اللي مشى لنا عقارات ديالنا ومشاو لنا فلوسنا وجينا في ديال البشر ولينا مشدودين، حدا اعتقلونا امام تم الاعتقال ديالنا في التقديم امام هاد اللوبي. تم دمرنا. السيد وكيل الملك خاض قرار خاطئ، تم الاعتقال ديالنا اعتقال تعسفي، وهذيك الا قرصه باش نرجعوا اللور. تمت بان هناك تواطؤ بين لوبي العقار ومسؤول في المحاكم. يعني والتبرير يعني التبرير فاش رجعنا يتعلق بالاعتقال في الاعتقال من بعد الاطلاق الصراح ديالنا عند السيد قاضي التحقيق، رجعنا عند المسؤول في النيابه العامه قال لي لا رانا اعتقلتك باش ما يقتلوكش. تيضحك عليا، تيستهزئ مني. والغريب في الامر بان حنا اللي جاليه ماشي كجاليه مؤمنين، كاين تصحاب الجاليه تيديروا خروقات، القانون لا يحمي حتى واحد، ولكن لوبيه العقار دعينا حنا ولينا حنا معتقلين حداه. اللهم ان هذا منكر. وانا شكون كتهموا في هذا الاطار هذا؟ لان مادام هناك مافيا العقار ايادي طويله واليوم كيتعتقلكم النيابه العامه، يعني شكون هذه اليد الخفيه لو سمحتم يعني لتوضيح الراي العام
على اساس ان كانت لها اليد في الاعتقال ديالك؟ السيد وكيل الملك، السيد وكيل الملك الذي حاليا هو وكيل العام بمحكمة الاستئناف، لأن هذا السيد خاض قرارات خاطئة وخاض قرارات كانت مستهدفة، لأن عيب وعار أنا وكوني كيعرفني أنا كمناضل رئيس حركة الشباب الملكي، وهذه ناض دمرني بهذاك الاعتقال التعسفي، دمرني امام الابناء ديالي، ودمرني امام العائلات ديالي، ودمرني تحت هذا اللوبي مافيا العقار، دمرني. وهذا اللوبي مافيا العقار اليومنا هذا في حاله صراح، والغريب في الامر ما يزكي تواضع بان النيابه العامه لم تستأنف الحكم وباقي في حاله صراح، ولم تستأنف الحكم لان الدانوا بعامين الحبس. النيابه العامه ما استنفاتش، وملي جا الميل في المحكمه الاستئناف لم حيت كانت واحد المده ديال شهر باش يستنف وكيل العام، كاع ما استنف، وراهم في حاله صراح. وراه اخر جلسه كاينه اخر جلسه 2/11 والميل في روج من سنه 2011 تعتقلنا فيه جمره ظلما وعدوانا، خدنا احكام صادره مقوله التنفيذ بهذا السبب، هذا اللي في العقار اللي تيدعونا. السيد وكيل العام الذي كان انذاك رئيس محكمه الجزريه عين سبع ناضوا هذا اللوبيه العقار، داروا بيا شكايه عاوتاني، ناض حاله على الفرقه الوطنيه لتعميق البحث، بغى يلقاها فين يعض فيا. ولكن من هذه المناسبه اشكر السده العاليه بالله، واشكر الملك محمد السادس نصر الله وايده، لولا التدخل ديالو والتعليمات ديالو الصارمه لكنا صيفطنا السيد وكيل العام الحبس ظلما وعدوانا انتقاما مني، لاني احارب الفساد. وفي هذه البلاد تبين من يحارب الفساد ومن يتم التظلم عليه في عقاره وسلب امواله، ملي تيمشي يدعي تيولي هو غادي للحبس. وراه اغلب الناس اللي في الحبس اللي اصحاب الجاليه الا على العقارات ديالهم. يعني اليوم امام هذه النضالات الكبيره والتشبت في ثوابت البلاد، يعني وامام هذا الحيف او هذا الظلم الذي تلقيتموه حسب قولكم، يعني كيف ترون سلك القضاء في الظرفيه الحاليه؟ في الظرفيه الحاليه احنا اولا تنشكر السيد وزير العدل والحريات بانه احنا هبطنا صوتنا للعداله والتنميه لمواصله الاصلاح، دعمناهم، وكنا نريد تنطالبوا من الله عز وجل باش يبقى السيد وزير العدل كوزير العدل السي مصطفى رميد لمواصله الاصلاح. ولكن احنا عاد تنساعدوه باش ما يبقاش الا بغى يدير شي مسؤولون في النيابه العامه ولا مسؤولون في الاستئناف، فاش يدير في جميع انحاء محاكم المغرب، باش يدير ناس محنكه، ناس ذو حكمه، الناس اللي تيخافوا الله، الناس اللي تياخذوا القرارات الصائبه، بان هذه رساله اذا فسد القضاء فسدت الدوله باكملها، لان العمود الفقري ديال اي بلاد هو نزاهه القضاء. احنا يومنا هذا نعاني وما زلنا نعاني من فساد القضاء والقرارات اكثر في حق الجاليه المغربيه مقيمه بالخارج، لان سيدنا الله ينصرو، لان هذه الا استهدافات مباشره، لان التعليمات ديال سيدنا الساميه ديال سيدنا الله ينصرو على باش تيوصي بمساعده الجاليه ومساعده الاستثمار، فكاينين الناس باسم جلاله الملك تيديروا العكس، سيدنا تيبني، وكاينين الناس باسم جلاله الملك يحطمون ما يبني السده العاليه بالله، ونحن صامدون وسنظل صامدون، وان شاء الله راه باذن الله غنديروا ما في جهدنا في لقاء السده العاليه بالله باش نعطيو الدوسي ديالنا ان شاء الله. اذا كما اعتادت ارض بلادي في الختام ان توجه 3 اسئله نطلب منك الجواب بالمختصر. حزب العداله والتنميه، حزب الحق وحزب المعقول وحزب مواصله الاصلاح. الخطاب الملكي الاخير. الخطاب الملكي الاخير خطاب خطير، خطاب جريء، خطاب رساله الى جميع المسؤولين، خطاب ثوره بين الاداره والشعب، بان سيدنا الله ينصرو بحال فك لينا التقييدات اللي كانوا معيشيننا في الخوف ديال العهد البصري، ما بقاش. السده العاليه بالله عطى الرساله واضحه، وهذه الا رساله من رئيس جمعيه حركه الشباب الملكي الى جميع الجاليه افراد الجاليه المغربيه مقيمه بالخارج باش يعودوا لبلادكم. راه سيدنا
رد لنا الاعتبار كاملين من هذا الفساد اللي تتعرض ليه الجاليه المقيمه بالخارج. اخر سؤال، الجاليه المغربيه وهم السفراء الحقيقيين لهذه البلاد، والجاليه المغربيه الا شعب ثاني مغربي خارج ارض الوطن له ملك واحد ومحمد السادس نصره الله، والجاليه لا تثق الا في الملك ومع الملك ومع سيدنا الله يسر حتى الموت. شكرا تحت شعار الله الوطن الملك. شكرا للاخ محمد الدالي على سعه الصدر، شكرا على الاستضافه، نودعكم في لقاء قادم ان شاء الله.